السلام عليكم. وعليكم السلام. عمار، أنت أحد أفراد اللواء الرابع للحرس الخاص. نعم. في منطقة نعم. قبل أيام أو قبل قبل أسبوع تقريبا بالضبط تسللتوا أنت وأمر القوة إلى أماكن لرصد تحركاتها، وهناك تعرضتوا إلى كمين. نعم. هل لك أن تحدثنا؟ تعرضنا على هجوم عديد من الاشخاص يهاجمونا في البيت الاحمر ونحن قليلين عنه فهم من جميع الجهات يحرقون علينا. كم كان عددكم؟ العدد مالنا تقريبا 5 اشخاص. هم العدد مالتهم تقريبا 200 نفر. والحمد لله رشدنا سحقناهم ودخلنا ديارهم والحمد لله رشدنا. عمار، مع لقانا مع مسؤول القوى التي كانوا تحت أمرته أو كنتم تحت أمرته، حدثت لك حادثة أثناء تعرضكم إلى؟ نعم، حدث الحمد لله والشكر سببها أم البنين وأهل البيت. فدخلنا المعركة أثناء الاشتباكات القناص ضيق علينا وأنا شايف في بعض الأدعية في جيبي، دخلت الطلقة في الأدعية أي شيء ما صار بها. بس يعني شو يعني هذه شظية؟ هاي شظية دخلت عليها. شو سبب الشظية؟ يعني صار جاي أركض بركض والقناص يشتغل عليه، طقنا القناص ضربني طحت في الآية القرآنية والدعاء. في يعني سبب هذه؟ الحمد لله.